من منطقة أبو حمص بيتم عمل إنشاء كوبري اهو على جانبي الطريق أبو حمص. شايفين الكوبري؟ يافطة تحذيرية: احذر الطريق يضيق. الكوبري طبعا لسه مكملش زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا كده هنا يا حضرات عدينا منطقة أبو حمص، ودلوقتي احنا على طريق الزراعي متجهين مباشرة للقاهرة. مركز ومدينة أبو حمص تصاحبكم السلامة. احنا كده هنا يا حضرات خرجنا من أبو حمص. شايفين جمال الأرض الزراعية والحياة الجميلة البسيطة، الناس ماشية وسط الغيطان، وسط جمال الطبيعة. الأكسجين هنا أكيد في منتهى الجمال، والهواء النظيف هنا أكيد جميل جدا، رغم إن احنا على طريق سريع وفي عوادم للسيارات. بس شايفين جمال المساحات الخضراء. أتمنى أشوف بلدنا كلها فيها مساحات خضراء ونهتم بالزراعة، إن الزراعة دي عن أساس الحياة، هي والمية والصناعة طبعا. فنتمنى إن احنا نستغل مواردنا، جونا، نستغل كل حاجة في البلد استغلال. هنا القطر، بصوا القطر معدي من هناك اهو، بيعدي القطر وسط الأراضي الزراعية، غنم وأبقار، حاجات جميلة جدا. أنا بحب الطريق الزراعي برضك، إن الطريق الزراعي يعني التغيير حلو. بتشوف هنا قد إيه، بتشوف بقى بجد الشعب المصري بالبساطة بتاعته، وبتلف على محافظات البلد كلها. شايفين منظر الخضرة على شمال الطريق وعلى يمين الطريق. متابعين مع حضراتكم على طريق القاهرة الزراعي. احنا دلوقتي في اتجاهنا مباشرة لطنطا، وبنشوف الطريق مع بعضنا، وبنشوف ايه اخر تحديثات وتطوير الطريق، وبنتفرج على بلدنا في كل مكان. هنلف البلد كلها مع بعض ونشوف جمالها. شايفين جمال الأراضي الزراعية وجمال النخل. لون الخضرة مريح للعين. الجو قد ايه ممتع. انا نفسي بصراحة ان افتح الازاز، لولا ان الدوشة هتكون رهيبة. وهنا حضرات اليافطة قدام حضراتكم بتوضح، بتقول لكم مدخل دمنهور الشمالي يمين على طول مباشرة كده مع حضراتكم. كفر الزيات والقاهرة 160 كيلو، ومدخل دمنهور الشمالي المحمودية يمين 20 كيلو على المحمودية. كفر الزيات 42 كيلو، القاهرة 160 كيلو، يعني 40 كيلو من اسكندرية البحيرة لحد مدخل دمنهور الشمالي. واحنا هنا كده حضرات في دمنهور.
اول ما تشوفوا المباني الجميلة دي تعرفوا ان انتوا في دمنهور. دي جامعة دمنهور، جامعات دمنهور كلها. يعني مثلا ده مبنى كلية تجارة مكتوب عليه باين من على الطريق. في هنا اعمال انشاء، تقريبا مول هيتعمل، مبنى ضخم. على يميننا الناحية التانية هنلاقي مدارس وعماير معمولة بشكل ممتاز، عماير الإسكان. كاتبين حوش عيس سطحي مدينة دمنهور، من تحت شمال القاهرة على طول. من تحت الكوبري اللي هيقابلنا ده يا حضرات، لو حابين نخش على دمنهور بنخش شمال، حوش عيس بنخش يمين. الكوبري ده بقى اللي بيعدينا مدخل دمنهور والمنطقة السكنية اللي هنا. كوبري اللي بعد جامعة دمنهور على طول. معمار سكني هنا، العماير بشكلها حلو زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا هنا كده فوق الكوبري دمنهور، شكل مدينة دمنهور. كده احنا خلصنا الكوبري. طبعا الطريق مش مظبوط في كل الاماكن زي ما وضحت لحضراتكم. في اماكن الطريق مجروف فيها زي هنا كده، فده هيتم سفلته. طبعا الطريق طويل فبياخدوا منطقة منطقة وجزء جزء، والاولويات الاول اكيد. تبين مع حضراتكم الطريق بعد دمنهور. هنا كده على الطريق الزراعي، وهنشوف على شمالنا هنا ايه اللي تم. في كوبري جديد اتعمل في الجهة المعاكسة، شايفين حضراتكم الكوبري ده ما كانش موجود. بيتعمل لسه تحت الإنشاء بعض الأماكن. الكوبري ده واخد طريق من الجهة المعاكسة، دي طلعت الكوبري. بصوا العربيات الجميلة دي مش هتلاقوها غير في بلدنا. أي عربية منقرضة هتلاقيها هنا في بلدنا، وهتلاقوها شغالة وماشية والدنيا حلوة. دلوقتي بقى في الخاص الجميل، الخاص اللي على الطريق والكرومب حاجات جميلة. ده اللي انا كنت بتكلم مع حضراتكم فيه في فيديو اخر، اللي هو على الطريق الزراعي بتلاقي فاكهة، زرع، خضار، حاجات كتير. دي عربية واقفة اهي بتغسل بالخرطوم زي ما كنت بقول لحضراتكم. بيدوها دش كده وانت ماشي كده بالعربية، تروح واخد العربية تروح واخدة دش، تنضف، تفوق، تمشي على الطريق كده مستمتع. التكلفة بسيطة جدا، والوقت مش هتكمل 5 دقايق، 10 دقايق بالكتير قوي
كده كده هي العربية بتنشف عشان انت بتستلم طريق على طول وبتمشي، فالعربية مجرد ما بتتعرض للهواء فبتنشف على طول. فانت بيكون همك العربية تكون نظيفة كده بالذات بقى في الامطار، يعني في اجواء الشتوية في اسكندرية وعلى الطرق دي بتكون العربيات بتتبهدل كتير. فطبعا ده الرواسب دي لما رواسب على رواسب على طينة على عوامل الجو، ده غلط على صاج العربية. يستحسن ان هي تفضل نضيفة باستمرار، ويستحسن ان هي ما تتعرضش للمية باستمرار. احنا دلوقتي هنا كده على الطريق الزراعي. لو احنا كنا عايزين نخش على الدسوق 20 كيلو على الدسوق، واحنا هنا كده متجهين مباشرة لكفر الزيات. عدينا دمنهور وهنتابع الطريق مع بعضينا ونتفرج على جمال خضرة بلدنا. ودلوقتي يا حضرات بعتذر عن الميوزك لو كان ضايقكم. بصوا هنا دلوقتي يا حضرات الكوبري اللي اتعمل هنا ده، الكوبري الناحية التانية مقفول تحت الإنشاء لسه. لكن في الجهة المتجهة للقاهرة طنطا كفر الزيات شغال. الكوبري لسه تحت الإنشاء في الجهة المعاكسة. العربيات الناحية التانية بتمشي بجانب الكوبري. الجمال، منظر الجمال مع الشمس. تعالوا نتفرج بقى مع بعضينا على منظر رادار على الطريق الزراعي قدام حضراتكم اهو. هيعدي على يميننا دلوقتي. خدتوا بالكم منه؟ اتحط على يمين الطريق. بيضرب فلاش بالليل وبالنهار، بيصورك تصوير محترم، بيقدر من خلاله يحدد سرعتك، يشوفك لابس الحزام ولا لا، منتبه للطريق ولا لا. فياريت ناخد بالنا واحنا ماشيين على الطرق عشان أنظمة الرادارات الحديثة محترمة وبتجيب تفاصيل كل حاجة. طبعا هي فيها مشاكل، يعني انا بتابع ساعات على السوشيال ميديا بلاقي مشاكل كتير جدا جاية من الرادارات دي او ناس. انا بصراحة لحد دلوقتي انا المخالفات يعني جاتلي مظبوطة. انا عملت مخالفات حلوة، بس المخالفات فعلا كلها عملتها
طبعا اتمنى ان كان يبقى في فترة سماح كده مثلا ولا حاجة، بحيث تحسبا ان الناس كلها تعرف اماكن الرادارات. بس في الاول وفي الاخر ان احنا المفروض نلتزم بالقواعد المرورية والانظمة دي كلها هتخلينا كلنا نمشي باحترام اكتر على الطريق وبانتظام. وفي نفس الوقت بقت حاجة ممتازة جدا ان الطرق معظمها بقت متراقبة بكاميرات مراقبة، فدي حاجة كويسة جدا. منظر جمال المساحات الخضراء الجميلة. وهنا قدام حضراتكم شبرخيت علو يمين على طول كده حضارات القاهرة. في هنا كباري اتعملت، كباري دي معمولة جديد. ايتاي البارود من تحت من هنا، ايتاي البارود من تحت هنا، مش عارف انا بنطقها صح ولا لأ. هنا في ترميم في الكوبري هنا، واخدين بال حضراتكم، بس طبعا بشكل سيء عشان اكيد لسه هيتم الطريق كله، اكيد هيتظبط. نحاول نطلع من النقل ده. بصوا هنا في عمدان انارة هنا معمولة على يمين الطريق وعلى شمال الطريق، شكلها لسه جديد، او العمدان قديمة والاسبوتات هي اللي جديدة ومدهونة، عشان الكوبري ده قديم فهي مدهونة، يعني المدهونة بس مغيرين النور بتاعها من فوق، بغض النظر يعني ان هي تنور وتأدي غرضها على الطريق. قصة النقل بقى اللي بيمشي بالخشب ده، يعني بصراحة انا بقلق امشي وراه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا تحسبا اي نقل عامة انا ما بحبش امشي وراه، وده الصح ليا وليكم ولكل الناس، النقل نتجنبه. لان هنا في الطرق الطرق في منحدرات، في طالع ونازل، طرق وعرة، فالكلام يعني ده مغطي، ده راجل محترم. بصوا سواق العربية النقل راجل محترم مغطي بتاعته. في كتير جدا بقى ممكن ياخد المطب وتلاقي نص البضاعة دي يعني مثلا وقعت عليك انت وعلى ورا واحد محمل زلط او الحاجات الصغيرة دي. وارد حاجات كتير جدا بتحصل على الطريق، فربنا يستر علينا كلنا. بس في الاول وفي الاخر ان احنا نحاول على قدر الامكان نبعد عنهم، بالذات على الطرق الزراعية والكلام ده كله. على الصحراوي طبعا بيبقى طريقهم منفصل، سواء على طريق الصحراوي اسكندرية او على الطرق الجديدة ناحية اسماعيلية او السويس. الطرق هناك بقت بشكل ممتاز جدا وبقت طرق حرة. بصوا هنا الطريق هنا مش مظبوط، فمناطق ومناطق على الطريق بيتم التطوير فيها. بغض النظر انا بحب بقى وانا ماشي على الزراعي كده نتفرج بقى، بص على جمال الزرع مع الاشجار مع الشمس مثلا وهي طالعه، حاجه بجد بتبقى جميله. الاجواء دي على فكره يا جماعه اجواء هاديه واجواء جميله جدا، مريحه جدا جدا للاعصاب، بالذات كده لما كنت مثلا تنزل تقعد في وسط الكلام ده جزء صغير من الزمن كده، هتلاقي نفسك عملت يعني استجمام كده خاص بعيد عن دوشة البشر كلها، تصفي ذهنك في وسط الطبيعة. كل حاجة وليها جوها، القعدة وسط الغيطان، وسط الزرع، وسط الحياة البسيطة، القعدة قدام المية، القعدة قدام النيل، القعدة في الجبال وفي الصحراء، كل حاجة وليها جوها. بصراحة كلهم أحلى من بعض.
بصوا يا جماعة، منظر الخضرة، منظر الإضاءة، منظر ده اللي أنا بتكلم فيه بقى مع حضراتكم. الأجواء دي بجد. شايفين منظر النخل؟ بجد حاجة روعة في الجمال. نتمنى نشوف بلدنا كلها كده والأراضي الزراعية كلها كده. شايفين جمال الطبيعة، طبيعة بلدنا، السحب مع الشمس مع النخل مع الخضرة، حاجة روعة في الجمال، جمال رباني. بعشق الأجواء دي جدا، بحب الطبيعة. ومن هنا كده حضارات، احنا في طريق القاهرة الزراعي، داخلين على منطقة بركة السبع وكفر الزيات على طول كده. لو احنا عايزين ننزل على كفر الزيات بننزل من اليمين القاهرة كده على طول. كفر الزيات ننزل لها من على اليمين من هنا. بنعدي من فوق النيل. الأراضي الزراعية الجميلة. كده يا حضرات، احنا لو عايزين نخش على طنطا على طول كده كفر الزيات، على طول كده طريق كفر الزيات وبركة السبع يمين كده. لو انا داخل على طنطا، النزلة دي يا حضرات كده اشنواي يمين او دشنواي يمين وكفر الزيات شمال. منظر الخضرة الجميل. نخش شمال كده مع العربيات. كده احنا دخلنا مدينة طنطا. توكيل عربيات كده في المدخل، حاطط رسوم شكلها ممتاز مميز. احنا كده هنا حضرات خدنا الطريق لحد مدخل مدينة طنطا. ولو حابين ان احنا نكمل على القاهرة بنكمل من نفس الطريق دون على طريق اسكندرية القاهرة الزراعي. بنعدي نفق القطر
الأرض هنا رخام، فهي دي اللي عاملة الذبذبات دي. بعد كده الطريق بيبتدي يوسع بينا، الدلجمون نخش يمين، طنطا بسيون نخش يمين على طول كده يا حضرات. نكمل على طريق اسكندرية القاهرة الزراعي، واحنا دلوقتي هنا يا حضرات في مدينة طنطا. بصوا هنا كده يا حضرات الطريق هنا مجروف بحدة، عشان هنا يتم اكيد عمل هيسفلتوه. بس الطريق هنا وانت ماشي عليه رديء جدا. جارفينه عشان يتسفلت، دي السفلتة القديمة، وحاطين حواجز بصوا على يمين الطريق عشان يثبتوا الاسفلت. احنا موازيين للقطر وقضيب القطر. احنا هنا كده ماشيين موازي لكلية طب اسنان جامعة السلام. بصوا الطريق هنا بقى وسع ازاي. اكيد هنا ورا بقى هيعملوا الطريق كده بقى، هيكملوه كده، بيوسعوا الطريق عشان يبقى كده. الطريق كان ضيق وكان طريق صعب، زي ما كنت بقول لحضراتكم. فات على الطرق دي وقت كبير جدا من الزمن، ورابطة محافظات كتير جدا ببعض وبيمشي عليها نقل، فوارد ان الطريق يبقى مش مظبوط لو مش معمول كويس. بص الحمولات اللي بتبقى على العربيات النقل عاملة ازاي، دي بتبقى شايلة قطنان، تمام. فدي بتبقى حاجات صعبة واشياء صعبة. تخيلوا بقى ان الطريق يبقى ضيق وبالمنظر ده. كان قبل كده وهيعدي من جنبه، بس لازم يستنى يفضل ماشي وراه لحد ما يجي حتة واسعة او هو يظبط نفسه ويعدي من جنبه. غير كده هيقفل الطريق وراه، هيفضل الطريق زحمة. بس منظر القطر وهو داخل، ماشيين موازي للقطر، سكة الحديد. احنا هنا كده في الوحدة المحلية بقرية برما، ترحب بكم بقرية برما. احنا هنا كده في قرية برما، أول مرة أخد بالي من اسم القرية دي. هنا المباني على الأراضي الزراعية على شمالنا، هدي السرعة منطقة سكنية، وتروح واقف مرة واحدة كده. فتاخدوا بالكم بقى ايه ده اللي بنتكلم فيه على الطرق الزراعية، عشان كده بيتم التطوير فيها. يعني أكيد هنا مثلا ممكن مش لاقيين حل للطريق، ممكن يروحوا عاملين كوبري، ده اسهل حاجة ممكن تقدر تتعمل مثلا. فهم بيشوفوا الاولويات فين، وفين التكدس المروري، وفين يعني هما يسفلتوا الطريق هنا. فنشوف الدنيا ايه اخر تحديثات الطرق في قناتكم لفة في مصر. ياريت ما كنش طولت على حضرتكم في الفيديو، ويا رب نكون استمتعنا مع بعضينا بالطريق. بتشوف حب الدنيا فيها لا تنام ولا تغمض عينيها غير لما
الخضرة والزرع ومشاتل الزرع جميل جدا. اليافطة التحذيرية هنا بتقولك إن السرعة 60. شايفين منظر السحب. كده هنا وصلنا مع حضراتكم لرئاسة حي أول طنطا. كده احنا في مدخل مدينة طنطا عند رئاسة الحي واحد. لو احنا كنا عايزين نكمل في طريق اسكندرية القاهرة الزراعي كنا هنكمل على طول مباشرة، لكن من هنا يا حضرات احنا كده دخلنا محافظة طنطا، مدينة طنطا. انا شايف في كباري وطرق معمولة جديد. الطريق كله في اختلاف في الطريق. هنا هنعدي مزلقان القطر. في بنزين غاز اهي، كار غاز وجنبها بنزين في مدخل المدينة. مدينة رايقة هادية. بيتك ومراكز خدمات كتير جدا. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، واشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا هنا دلوقتي في طنطا. طبعا هنا في طرق جديد واختلافات كتير، كباري. اشوف وش حضراتكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.